واهو يا حبايبي بعد تاني يوم طلعت الجبنة البيضة الصيامية اللي معمولة بلبن جوز الهند وقطعتها. طعمها جميل جدا وناشفة وحلوة. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي، وكمان هنعمل اكل صحي وهنوفر كمان فلوس. اول حاجة عندي باكو جوز هند مبشور اهو. دلوقتي اخدته وعملت لبن جوز الهند، وبعد ما عملنا لبن جوز الهند اخدنا من اللبن وعملنا جبنة بيضة جميلة صيامية حلوة قوي ناشفة طعمها جميل. وبعد كده طلعنا كمان زيت جوز الهند اهو. وبعد كده عملنا حلوة جوز الهند. يعني بباكو واحد جوز هند عملت كذا حاجة بيه. اول حاجة هعمل لك فيديو ازاي تعملي لبن جوز الهند وازاي تعملي الجبنة البيضاء الصيامية الجميلة دي بلبن جوز الهند. وبعد كده هعمل لك فيديو تاني للحلوة، حلوة جوز الهند. يلا بينا نبدأ نعمل اول فيديو الجبنة واللبن. يلا بينا. اول حاجة حبايبي هنعمل لبن جوز الهند. اول حاجة عندنا جوز هند مبشور ومية مغلية. هناخد كوباية جوز هند على كوبايتين مية مغليين وهنضربهم بالشكل ده في الهاند بلندر او في الخلاط حسب ما انت حابة يعني. وبعد كده هنصفيهم اهو يا حبايبي. اللبن بعد ما صفيته اهو، لبن جوز الهند بقى بالشكل ده اهو. وجوز الهند ده احنا هنعمل بيه حلويات مع بعض بس في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكي. ودلوقتي هنعمل الجبنة الصيامي، الجبنة البيضة الصيامي. اخدنا كوباية من لبن جوز الهند اهو، هنحطها في حلة كده بالشكل ده. ونفس الكوباية هي هنحط اللبن كوفي ميت اهو. هناخد كوباية منه اهو وهنحطها بالشكل ده. وبعد كده عندنا النشا اهو، هناخد منه معلقة كبيرة اهي بالشكل ده كده. وبعد كده حبايبي عندنا الجيلاتين اهو، هاخد برضو منه معلقة كبيرة بالشكل ده اهو، وهضيفها برضو على الخليط. وحبايبي عندي الخل الابيض ده هاخد منه معلقة اهو وهحطها كده. والملح هحط رشة ملح بالشكل ده. ده المقدار بتاع الجبنة، مقدار واحد اهو. هنقلبه بس هنعمله بالهاند بلندر وهنحطه على النار. لكن انا بحب الجبنة دي فهعمل 4 عيارات. انا وريتك العيار المظبوط بتاعها. ودلوقتي حبايبي بعد ما ضعفت العيارات اللي انا عايزاها عملتها. دلوقتي بقى رفعتها على النار لان احنا دوبنا كل الحاجات دي على البارد. اللبن بارد ودوبناه كل الحاجات دي فيه. ودلوقتي بقى هنفضل نقلب في اللبن بالحاجات اللي احنا حطيناها لغاية ما يبقى هوريهولك كده يبقى زي الكريمة. ودلوقتي يا حبايبي انا قعدت اقلب في الجبنة وهي على النار لغاية ما بقت بالسمك ده اهو كده. دلوقتي انا طفيت عليها وهسيبها تبرد وبعدين هجيب العلب اللي انا هحط فيها. واهو يا حبايبي بالشكل ده فضيت الجبنة اهو في علبة بس حطيت فيها قطعة بلاستيك اهو، ودهنتها دهنة زيت خفيفة. ودلوقتي بقى هندخلها التلاجة تبات في التلاجة وبعدين اوريها لك. واهو يا حبايبي بعد تاني يوم طلعت الجبنة البيضة الصيامية اللي معمولة بلبن جوز الهند وقطعتها. طعمها جميل جدا وناشفة وحلوة قوي قوي وبألف هنا.